خلي لي اياك. وينها؟ انا بقرا ድምፄ ይሰማል አሁን? ሽغلቱ ይሰማል? አረ ይኸው በአላህ አስገቡኛል ሸዋልጅ እንትንሽን አስተካክል ለአኖ ፕራይቬት ما فيكي تدخلي صلحي اكاونتك وارجعي لنا يا اختي العزيزه بس الين تلك ارغي برايفت ما فينا ندخلك لعندنا. اسيات تلك ارغي امه اوكي እያስገባን ነው። إذا خشت؟ عندكم نية أهلا وسهلا فيكم، فيكم تكتبوا كمان نيتكم تحت. في واحد يعني بيسجلوا كمان، في أخونا في أختنا عم بيسجلوا. والله حنا احلف لكم بالله لنا 16 يوم قاعدين، خلينا اعمالنا خلينا اهلنا وهذا حتى هذه والله سبحانه وتعالى. والله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الجنه بسلعه غاليه، الجنه هذه ما تلاقيها بالسهوله حتى عند باذن الله تعالى، وربنا يخلي لي اياكم ان شاء الله. حياكم الله وبياكم. تبي تخشون اكتبوا واحد وافتحوا البرايفت. የሱፍ አካውንት የፔፓል አካውንት አለ፣ የተስቢሽ አካውንት ስላለ ለፔፓል እና ዜላ እንደ ጀርመን አካውንት ስላልክ ነው። በአላህ ስላልክ ደጋግመህ ነው። If you are in the States or in Europe, there is Tashfish. Tashfish has e-transfer, and this, what you need, inshallah ta'ala, it will be, we make easy for everybody. Our goal and our man is to serve, to help this girl. Inshallah ta'ala, may Allah subhanahu wa ta'ala make for us an easy, inshallah ta'ala. آمين يا رب العالمين. عندي يقبوا سووا شاروط جوزو أو تكلمي شوية بالعربي، الله يرضى عليك يا أختي العزيزة. حتى لو يعني عربي تبعي مكسرة بحاول أشرح لكم بالعربي كمان. في أختنا موجودة راح تشرح شوية. سوت شيء يصعبونه بالله بعربي قتلوا من صوب سلايوي موجود. يا من مكسرة أنا عربي حقتي كرمية. لا عربي حقتي شوية يا أمي بس مش مشكلة. العبرة يا لا أنا ما بخجل لما أتكلم حتى لو مش لغتي، يعني أهم شيء إنه اشرح إذا الناس بيفهمني. حتى لو مكسرة في ناس بيضحكوا ما عندي مشكلة أنا، لأنه هيدي اللغة مش العلم، صح ولا لا؟ اللغة يعني الحمد لله رب العالمين نتكلم تقريبا 4 لغات، سو الحمد لله. بس في ناس يعني بتضحك مش مشكلة، حتى يعني الناس إذا فهموني هذا هو المهم. يا ستي خليها تتكلم زوزو الحين. أبو محمد الناس عم بينتظروا، خلي نعطي الفرصة عشان زوزو كمان تتكلم. طيب الكرام اللي حابة انتم لا ያሉት ግን የሚነይቱ ከሆኑ ይናገሩ። ሳራ ደስ ላይ ሲትራ አፍዮታች እንዴ ሲትራ ካሊ يا أخت سترة ما عندك مشكلة حبيبتي وانت حبايبي الكرام اللي حابة يخش معنا في البث زي أخو اللي قبلكم ومين اللي قبل شوي دخل أخذ التفاصيل الكاملة، وأنا نزلت هنا رسلت له المعلومات. دخلتي بس ما عم تتكلمي، ما عم بنسمعك. شيلي السماعة إذا عندك سماعة، فكي السماعة أختي العزيزة. ما بنسمع سترة. المؤاخذة يا الغالية، طبعا يا حبيبي. الفون ستارجو هل بتكتب لي الشاشة؟ الفون سترة عم بتكتب بالعربي تحت. استكنوا بالعربي. شو الموضوع؟ اوكي والغلط يا لطفي شو الموضوع؟ صوتي دمجاهم من تريلات؟ دكتور يحيى بنشرح شو الموضوع، هيك بنشرح علينا. دكتور يحيى راح نشرح شو الموضوع بإذن الله تعالى. تناقر زوزو ما انهم يا وراب محمد جمري مامتي ايه اوكي اختي العزيزة بالقلب، اوكي ما عندك مشكلة. معلش. طيب يا حبايبي اللي من ضمن جديدة دخيل معانا، شفت الأخ يسأل وش الموضوع اللي تجمعت فيه. تجمعت العمر
صرنا نتجمع أكثر من أسبوعين وأكثر. السبب اللي هو صوتي حاول أحسن. يسمى لهم زين؟ طيب كسرية أكو سلوننا አሁን ጥሩ ነው ዙዙ ماشي حبايبي. هحاول انه اختصر الموضوع اللي تجمعنا فيه هنا، لانه قاعدين عم تسألوا يلي منكم قاعد يسأل ايش المشروع. لا هو مشروع ولا شيء. السبب اللي تجمعات اللي هنا هو التبرعات فك الرقبة. فك الرقبة حق اختنا في عندنا اخت حبشية جنسية الحبشية محكوم عليها بالدية. الدية 2 مليون ريال يا جماعة الخير. 2 مليون ريال عملتنا اكثر من 50 الى 60 مليون. فمعطينا الكلال 4 شهور انه احنا ندفع هذا ال 2 مليون ريال عشان البنت تطلع، لانه اهل المتوفية الله يرحمها ويسكنها في الجنة قبلوا الدية. وهذا من حسن حظها انه قابلين 2 مليون ريال، و2 مليون ريال عندنا اكثر من 60 مليون بعملتنا. وهذا الشيء اهلها مو قادرين يدفعوا لحالها، الفلوس مرة كثيرة. اهلها على قد حالهم، حياتهم على قد حالهم، هم يعني كبار بالسن. وهي اللي كانت طلعت من بلدها تغربت عشان بس تستر على اهلها من بعد الله سبحانه. هي البنت لما جت عمرها كان كم 16 سنة، اوكي؟ قبل 11 سنة عمرها كان كم 16 سنة. صار اللي صار معاها والموضوع وصل للمحكمة، والمحكمة حكم عليها يا اما بالقصاص، بس لحسن حظها اهل المتوفية وفقوا ياخذوا الدية. ونحن هنا قاعدين نجمع الفلوس حقت الدية. عندنا اوراق رسمية من المحكمة عشان نجمع فيها التبرعات، اوراق رسمية. لو عندكم اي سؤال وعلامة استفهام احنا هنا قاعدين نشرح لكم الموضوع ونشوف اللي ربكم يجوه. يعني في ناس تتبرع بالفلوسها ما قصرت، الله يزيد لهم يبارك لهم في رزقهم. فهذا هو السبب اللي احنا قاعدين هنا. لو عندكم اي سؤال اتفضلوا في القسط معانا ونحن هنا قاعدين نجاوبكم. عندنا اوراق رسمية من المحكمة من منطقة الرياض، وفي كمان الاوراق اللي هم حكم التنفيذ. فعندنا حل، الحل اللي هو لو دفعنا الدية قدرنا نجمع الفلوس 2 مليون ريال بخلال 4 شهور. صار دحين اقل، صار دحين 3 شهور شوي. واذا ربكم كاتب له عمر تطلع، اذا ربكم اكد الامانة برضه هذا هو. بس انا عندي عمل من بعد الله سبحانه. التبرعات اللي قاعدة تجينا انه عندنا عمل نطلع اختنا. فالموضوع اللي قاعدين نتكلم عليها واللي تجمعنا فيه اكثر من اسبوعين هو بالمختصر فك الرقبة. طيب حبايبي الكرام، فاللي عندكم اي تجمعات وما قصرتوا الله يبيض وجوهكم. في كثير قاعدين تجينا تجمعات اللي وعدونا بالفلوس، واحنا قاعدين نستنى ان شاء الله تعالى الفلوس اللي وعدتونا اياها. ونحن كمان نستنى، لانه انتوا بس بيوم بدقيقة واحدة حطوا حلكم في محل البنت، والبنت كل يوم الثاني تعدي الايام والدقائق كل شيء. انه ربكم حيكتب لي عمر جديدة، ولا حانعدم، ولا ممكن اطلع من السجن وبعد 11 سنة اقوم اقابل اهلي. يعني انتوا تعرفوا الواحد احنا كلنا ميتين، احنا كلنا عمرنا محدودة في الدنيا، بس على الاقل احنا ما نعرف متى نموت. بس هذه البنت تعرف متى يومها، بعد 3 شهور ونص يا اما تموت يا اما ربكم يكتب لها عمر جديد. فهذا الشعور مرة صعب، وانتوا عارفين حالة الاهل لو شفتوه والله انه يصعب الكافر. يعني حالة الاهلها اللي ما شافوا 11 سنة لقمة، والله انه ما يحط لقمة في فمهم، كل ما يبوا ياكلوا. زوزو يقدموا صوت ملسو متل. اهلا وسهلا اخونا. اهلا وسهلا يا غالي، تفضل. السلام عليكم. انا رجعت يعني انا قريت الورق. طيب بس باقي اللي هو الحساب حقت ناجز اللي هو في حساب. طيب رقم المعاملة. طيب رسلت لك انا ما بين معك؟ لا انت ما ارسلتي لي، انت ما ارسلتي لي حقت المحكمة. طيب بعدين يجيكي في ورقة من المحكمة نفسها. طيب يجيكي رقم المعاملة في ناجز. طيب عشان انه انا لما اجي احول، لانه يصير في تريس للفلوس في السعوديه، اوكي؟ فانا لما اجي ادفع طيب لازم يكون في رقم، يا يكون على المنصات اللي هي ناجز، طيب للاحكام الجنائيه والقضائيه وفي المحكمه التنفيذيه. الشيء الثاني في منصه فرجت ان كان
في اللي هي في منصه احسان، طيب، او ان كان منصات خارجيه. انا ماني شايف انه انا كيف اقدر ادفع. دقيقة هذه دكتور يحيى ممكن تسوي لي سايلنت؟ ايوه خلاص اتفضل كمل. فانا الان ابغى افهم يعني الرقم حقت اللي هي حقت ناجز، ابغى اعرف فينه، يعني لانه في رقم معامله اكيد انا اقدر اخش منصه ناجز واقدر اعرف فين التريس حقت المعامله هذه عشان اعرف، لانه لما تيجي تدفع للحساب الدوله او حساب المحكمه، لانه الفلوس كلها حتروح للمحكمه، هم المحكمه تدفع لاهل الميت، لانه في نظام قضائي. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني اللي قريته انه في عام 1435 فتحوا حساب على هذا لمده سنه، طيب، على للمجني عليها اللي هي اسمها اسراء، طيب، والجاني اللي هو ليال، السنه هذه كلام عام 1436. انا بفهم، انا ماني قادر افهم. طيب بص يا حبيبي، الاوراق القضيه صار لها 11 سنه، اوكي؟ هذه الاوراق اللي ممكن اللي انا رسلت لك اياها بتكون في اوراق كثيره، وهذا ممكن من القضيه الاولانيه رسلت لك. ثاني حاجه الارقام الاكونت اللي انا رسلت لك اياها اللي بيبدا من ايبان اس اي، عرفتها؟ ايبان اس اي ارقام، وهذه الارقام لحاله حكومي. يعني مثلا انت تعرف النظام في السعوديه ما تقدر تستخدم اكونت شخصي للفلوس، يعني معدوده الفلوس اللي تطلع من اكونت شخصي معدوده من المحكمه، يعني معدوده معروفه، عرفت؟ مو لدرجه انه تبرعات. فهذا الاكونت الفلوس لما تدخل الارقام وكل حاجه بيطلع لك اياها فول فايل، لانه ما فينا نستخدم اكونت حيال اكونت شخصي نسوي فيها تبرعات، القانونيا ما بيسمح لنا. فالين دحين احنا قاعدين نجمع الفلوس بطريقه هذه، اللي عيبان اللي فيها اس اي والارقام اللي اعطونا، هذه الورقه اللي جتنا من المحكمه على هذا الحساب اللي قاعدين نجمع الفلوس. على طب اصدار الحكم لرقم معامله، انا هذا رقم المعامله اللي ابغاه. ليش؟ لانه انا عندي ناس، طيب، في شروط هذا انا اقدر اتكلم معاهم ويخلص الموضوع، لكن لازم انا اطلع رقم معامله، لا اقل ولا اكثر، او اني اخذ رقم الايبان عندي انا حبايبي في البنك السعودي المركزي واشوف ايش الموضوع. تمام، تقدر أيوة. كده يعني دحين خذ الرقم من اس اي، تقدر تستفسر منهم انه هذا الفلوس وين بتروح، عرفت كيف؟ يطلع كل البيانات بمجرد كل ما يفتح البيانات الايبان بيطلع له كل البيانات. ايوه خلاص انا حسألهم. تمام. جزاك الله خير اخونا العزيز، الله يجزيك الخير، الله يجزيك الله الخير. يعافيك، شكرا. حتى البنك هيدا لما يكون المصاري لحاله راح يسكر، لانه هيدا المبلغ اذا ثانيا تم- اتمنى يا غالي اتمنى تقول لي ايش صار معك، عشان لو في سؤال زيك جو سالوني عشان اقول لهم الحل اللي انت رحت فيه. جزئي دكتور يحيى نور، هلا وسهلا يا دكتور يحيى. الله يرضى عليك اخونا، اذا شو وصل معك بس خبرنا. تواصل معي.